وخير خلق الله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقول آمنة عليها السلام: لما حملت برسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يصيبني ما يصيب النساء من ألمي وحملي وذلك الحامل وثقله، بينما كانت تجد راحة واتساعا، وذلك من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أصابها الطلق وقربت ولادة النبي الأمي، وهذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة عليها السلام: سمعت جلبة عظيمة في السماء وفزعت منها ورأيت عمودا من النور امتد إلى عنان السماء، ولم يبق أحد من بيوتات مكة إلا ودخله ذلك النور وأضاءت لها المشارق والمغارب. تقول آمنة: فداخلني الفزع في قلبي، فبينما أنا كذلك وإذا بطائر أبيض قد دخل علي ومسح على بطني، وقد ذهب الفزع مني، وقد أقبلنا 4 نسوة سمر طوال كأنهن من نساء عبد المطلب. فقلت: كيف علمت النبي وأنا وحدي؟ وكانت تفوح منهن رائحة المسك الأذفار، وعليهن من العبقري الأحمر، وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض. فقلن لي: يا آمنة لا تخافي، وهذا من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إحداهن: لا تفزعي يا آمنة، واشربي هنيئا وأبشري بسيد المرسلين. فشربت من تلك الشربة التي لم أظمأ بعدها، فبينما أنا كذلك وإذا بهاتف يقول: أفلح من يصلي يا مستمعين النظام صلوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يا آمنة هنيئا لك المولود المبارك، سميه محمد. تقول آمنة: فبينما أنا كذلك إذ غيبوه عني وأنا غير منتبها، وإذا بي أرى محمدا قد تلقى العظم. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا محمد وآل محمد. صلوات على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه، أصلي وسلم عليه، صلوات ربي عليه وعليه الصلاة وعليه السلام وعليه الصلاة وعليه السلام وعلى آله ميامين الكرام. نسألك اللهم بمحمد وآل محمد
فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وأطر من ذلك. من كان بيننا قالب حاجة اللهم فاقضها له يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اكشف عيوبنا يا أرحم الراحمين. من كان بيننا مريضا فاشفه اللهم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله. طالبين الذرية اللهم ارزقنا الذرية الصالحة يا رب العالمين. يا الله 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 يا الله. صل على محمد وآل محمد واستجب دعاءنا. عجل إلى ابن وليك وابن أوليائك الفرج سهل له المخرج يا رب العالمين. والفاتحة إلى أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات سيما موتى المسلمين والمؤسسين قبلها أفضل الصلاة.